السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهارده بإذن الله هاعمل معاكم وصفة تنفع حلو وحادق، يعني بشوية بقى افتكاسات كده بسيطة جدًا هنقلب الحادق لحلو. عايزة أقول لِك إن الوصفة دي بإذن الله هتعجب جدًا جدًا أولادِك وخاصةً الحلو، وكمان لو عندِك ضيف جالِك بقى كده على فجأة يعني في ثواني بقى كده هتحضّري أحلى حلو جنب بقى كوباية شاي أو جنب أي مشروب بارد، فصدقيني ضيفِك هيكون مبسوط بيها جدًا جدًا. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم وتعجب كمان الأولاد. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. أول حاجة بقى معايا كده كيس من الخميرة بما يعادل معلقة كبيرة، هحط عليها معلقة كبيرة من السكر وكمان كوباية من المية الدافية، هقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض وهسيبهم بقى كده على جنب يتفاعلوا لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق زي ما انتوا بقى شايفين اهو بدأوا ان هما يتفاعلوا، وبعد كده هبدأ ان انا انزل عليهم ببيضاية ونص معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم برضو كويس جدا، وبعد كده هابدأ أنزل عليهم بنص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات من الدقيق اللي هو مج الشاي العادي. أبدأ بقى كده ألم العجينة، وبعد كده هانزل عليها بنص كوباية من المية الدافية. بالنسبة بس لكمية طبعًا المية اللي احتجتها كده احتجت اللي هي كوباية المية اللي حطيتها مع الخميرة في البداية، وبعد كده نص كوباية من المية، يعني إجمالي المية اللي حطيناها كوباية ونص من المية الدافية. هابدأ بقى أعجن كده لمدة 5 دقايق. بُصّوا ده كده بعد 5 دقايق أهو من العجن، بُصّوا هي العجينة بتبقى كده، بتبقى عجينة مطاطية وبتلزق في الإيد. بعد كده هانزل عليها بربع كوباية من الزيت، وهابدأ برضه أعجن كده مرة تانية لمدة 5 دقايق. بعد كده هاغطي عندي العجينة بستريتش وهاسيبها بقى كده تخمر لمدة نُص ساعة. بعد نُص ساعة بقى أهي بُصّوا بقى العجينة هي ارتفعت معانا. هابدأ بقى إن أنا أهبّط بقى كده العجينة، وبعد كده أحضّر عندي صينية أو أي طبق غويط عندِك ونُص فنجان كده من الزيت، وهابدأ بقى كده أقسّم العجينة عندي لكِوَر متساوية. عايزة بقى كِوَر صغيّرة، كِوَر كبيرة، طبعًا براحتك. هنا بقى كنت خلاص أهو بقى خلّصت أهو تشكيل العجينة. هابدأ بقى إن أنا أغطّيهم كده بستريتش وهاسيبهم برضه يرتاحوا لمدة 10 دقايق. تعالوا بقى عقبال بقى إيه ما العجينة ترتاح عندنا لمدة 10 دقايق نحضّر بقى أحلى صوص شوكولاتة اقتصادي وسريع بدون شوكولاتة. معايا نُص كوباية من اللبن، ربع كوباية من الكاكاو، كيس من الفانيليا، ربع كوباية من الزيت، وكمان نُص كوباية من اللبن ونُص كوباية من السكر. ضربتهم كويس جدًا، جدًا في الخلاط، وبعد كده هاجيب عندي إزازة كاتشب قديمة عندي أو ممكن كمان تستبدليها بأي إزازة عادية وتخرمي الغطا بتاعها من فوق. عايزة بس أوريكم هنا بُصّوا الكمية حلوة جدًا، طبعًا عشان طبعًا أروح أشتري إزازة صوص شوكولاتة من برّه دلوقتي سعرها عامل 40 جنيه. طب ليه؟ طب ما أنا أقدر أعملها في البيت وبربع التكلفة. طب هنا خلاص بقى كانت العجينة ارتاحت عندي 10 دقايق. هابدأ بقى أجيب كده أول كورة عندي وهابدأ بقى أشكّلها بإيدي بالشكل ده. بُصّوا هنا بصوا لازم السمك يكون تخين شوية. هابدأ بقى أحضّر كده صينية عندي على النار أو ممكن طبعًا طاسة، وأحط حوالي كده نُص زيت نُص فنجان من الزيت، وبعد كده هابدأ أنزل بقى كده بالعيش بتاعي. أبدأ كمان أغطّي، يعني على نار متوسطة كده بابدأ إن أنا أسوّي. طب بتاخد قد إيه كده؟ يعني بتاخد حوالي كده 3 دقايق على الوش الأولاني، والوش التاني بياخد كده حوالي دقيقتين. تمام، كده خلاص أهو كانت طلعت عندي. بُص هو في البداية يعني بعد ما بتطلّعوها من النار بتحسّوها إن هي ناشفة شوية، بس بعد ما بتهدى من الحرارة بتاعتها لمدة دقيقة بابدأ إن أنا أحطّها في كيس، فبتبقى طرية وحلوة جدًا، جدًا، زي ما أنتم شايفين أهو بُصّوا. بُصّوا صراحةً العجينة حلوة جدًا، جدًا، عجينة إسفنجية، يعني أقل ما يُقال عليها فعلًا روعة، عجينة روعة بجد، يعني بجد صراحةً تستاهل التجربة.
زي ما انتم شايفين اهو، عجينة اسفنجية، لأ بجد عجينة وهمية يا جماعة وبجد تستاهل التجربة 100%. طب نقدر طبعًا إن إحنا نستخدم طبعًا وصفة النهارده أو عيش النهارده كحلو وكحادق، يعني بُصّوا أنا هنا شِلت كام كده رغيف عيش، يعني نغمّس بيه أي حاجة حادقة، وتعالوا بقى نشوف بقية الأرغفة اللي عندنا هنعمل فيها إيه. هابدأ أجيب طبعًا صوص شوكولاتة اللي حضّرناه، وهابدأ بقى أحطّه بالشكل ده. وكمان هاجيب بقى كده شوية من الفراولة، طبعًا تقدري تستخدمي أي نوع فاكهة أنتِ بتحبيه أو أولادِك بيحبوه. بس زي ما كلنا عارفين يعني الفراولة ما فيش حد بيختلف عليها لا صغير ولا كبير. أبدأ كمان أحط بقى كده شوية كده من الفراولة برضه كده من تحت. زي ما قُلت لكم تقدروا طبعًا إن أنتم الوصفة طبعًا بإذن الله هتعجب الأولاد جدًا، جدًا، ولو جالِك ضيف فعلًا على فجأة في ثواني هتكوني محضّرة أحلى حلو جنب بقى كوباية شاي، جنب أي مشروب بقى كده بارد، وصدقيني ضيفِك هيكون مبسوط بالتحلية دي جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم كمان صوص الشوكولاتة لايق جدًا، جدًا على عيش النهارده. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم وتعجب كمان الأولاد. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش بقى لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.